اوعى تعمل كده علشان هتضيع اهم يوم في السنة كلها. مبدئيا حضرتك لازم تدرك ان يوم عرفة ده هو من اعظم ايام الدنيا، بل اعظمها، لان هو هيغفر لك سنة فيما بعده وسنة فيما قبله، يعني يوم بسنتين حرفيا. وانا لو جيت دلوقتي قلت لك كطالب ايه رأيك لو ذاكرت يوم واحد فقط في السنة بشكل قوي جدا، هضمن لك انك تجيب 100%. طبعا هتقطع الكتب تقطيع في اليوم ده. ومن المثال ده نشتق يوم عرفة. حضرتك لو تعبدت بشكل قوي جدا جدا في اليوم ده وبصدق نية، فحضرتك ضامن انك يتغفر لك سنة ما قبل هذا اليوم وسنة ما بعد هذا اليوم. فما ينفعش اليوم ده يضيع منك نهائيا. معلش هنبعد التليفون عنك تماما من دلوقتي. بعد ما تقفل الفيديو ده خلاص التليفون على جنب بقى، لا هسمع عليه ادعية ولا الكلام ده، لا. ابدأ ان انت يا حبيبي تكتب الادعية في ورقة خارجية، تحدد كده الادعية والحاجات والطلبات اللي انت محتاجها من ربنا سبحانه وتعالى، تكتبها في ورقة كده وتقعد طول اليوم انت بس بتتعبد وتدعي. تليفونك يتركن تماما على جنب. مذاكرتك معلش سيبها النهارده، ما جاتش على النهارده. انا عارف ان انت مضغوط وعندك كم كبير من المحاضرات، ولكن انا هو اكتر واحد بيعمل معاك محاضرات وبيقدم لك محاضرات. بقول لك اركن الموضوع بتاع المذاكره على جنب خلال اليوم ده. استغل اليوم ده افضل استغلال. حاول تتعبد بصدق شديد جدا جدا، ومن دلوقتي لحد صلاه المغرب حاول ما تضيعش ولا دقيقه الا في التعبد. وطبعا انوي الصيام. حاول انك تصلي قيام الليل بقدر امكانك من ركعتين الى 8، وحاول تزود. تعبد وادعي بصدق نيه شديد جدا جدا. اطلب من ربنا ما تتمنى زي ما قلت لك. كمان ما تنساش قول من اكثر الاقاويل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرددها يوم عرفه، الا وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رددها ايضا على مدار اليوم، وباذن الله تكونوا موفقين وتصلوا في النهايه الى ما تتمنوا. كمان ما تنسانيش في دعائك، وزي ما اتفقنا مع بعض بعد الفيديو ده هنركن التليفون تماما على جنب علشان ما نضيعش اهم يوم في السنه كلها.